مجهولون اقتحموا الإقامة الجامعية بن علي بوداغن في النهامة ليلة أمس وسط رعب الطالبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وقبل أن نبدأ موضوع اليوم لا تنسوني فضلا وليس أمرا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد. عاشت طالبات الإقامة الجامعية للإناث بولاية النعامة ليلة رعب وذعر عندما اقتحم مجهولون منتصف الليل في غفلة من أعوان الأمن. وحسب المعلومات المتوفرة فقد اقتحم مجهولون الإقامة الجامعية ليلا حاملين أدوات حادة وسيوف بعدما جابوا وتجولوا في غرف الطالبات، وقد تسلل الغرباء من الجدار الخارجي وصولا إلى غرف الطالبات في ظل غياب تام لأعوان الأمن. وبعد أن تفطن لهم الطالبات وشرعنا في الصراخ وطلب النجدة، أين تدخلت الشرطة فورا بعد إبلاغ الطالبات تفاديا لما لا يحمد عقباه. كما أضافت ذات المصادر أنه تم القبض على الشخص الذي اقتحم الإقامة الجامعية، فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار الذي خلق حالة من الفوضى والذعر.